دائما ما نبحث في محطات الزمن عن شخصيات شغلوا الرأي العام بإنجازاتهم، سفراء فوق العادة لوطنهم. هي نجمة كوب 22، سيارة كهربائية 100%، صديقة للبيئة 100%، اسمها مرشد ومبتكرها مغربي. Nos ambitions, c'est carrément de créer cette industrie automobile au Maroc. طموحاتنا خلق هذا الصنف من صناعة السيارة بالمغرب حتى يكون لدينا إنتاج يمكننا من ولوج الأسواق العربية والإفريقية، والبداية بكسب ثقة المغاربة، وهذا يشجعنا على الإنتاج أكثر، ثم بعد ذلك سنمر لصناعة صنف آخر يكون في متناول الجميع. عماد مرشد 25 ربيعة، بإمكاناته الخاصة ينافس كبريات شركات صنع السيارات عالميا. بشرى لمرضى الصرع بالمغرب، إنجاز طبي غير مسبوق ببلادنا، عمليتان جراحيتان ناجحتان لفصل نصفي الدماغ لعلاج بعض نوبات الصرع المقاوم للعلاج الطبي، أنجزهما فريق طبي مغربي هندي بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط. كنشوفوا بأن هذا النص اليسار ناقص بالنسبة للجهة اليمنية، فهذا النص اليسار كيعطي هذه النوبات ديال الصرع، فالعملية ديال فصل النصف الأيسر على النصف الأيمن باش كنوقفوا هذه النوبات ديال الصرع كتقتضي أنه نفصلوا كل الاتصالات ما بين هذا النصفي ديال الدماغ. مشرط الجراحة كان كفيلا برسم ابتسامة حياة على وجه أيوب وآية، إذانا بانبلاج صبح جديد. صبح جديد بزغ لينير مسار ليلى سليمان الأدبي، أغنية هادئة، رواية توجتها وبلادها المغرب بجائزة غونكور، أعلى وأرقى الجوائز الأدبية الفرنكوفونية. Le prix Goncourt 2016 a été attribué au premier tour de scrutin à Chanson douce de Leila Slimani. وراء كل عمل مجهود كبير، لا ننسى أن الموهبة شيء والعمل هو الأساس. استحقت بذلك هذه المبدعة الشابة أن تكون بجدارة سليلة الكبار من أدباء وطنها المغرب، لتخلف الطاهر بن جلون أول عربي فاز بالجائزة سنة 87 900 وألف. وكما عودتنا مواهبنا من حفظة كتاب الله القرآن الكريم، اكتساح مغربي لمسابقة القارئ العالمي في دورته الثانية بمملكة البحرين. فائز بالمركز الأول بجائزة القارئ العالمي في فرع الترتيل وهو المتسابق أحمد محمد الخالدي من المملكة المغربية. استقبال يليق بهؤلاء الأبطال، حناجرهم الماسية طرز عليها علم المملكة المغربية ليرفرف خفاقا في المحافل القرآنية الدولية. احنا سبحان الله تفاجئنا بهذا الاكتساح المغربي، كذلك احنا تفاجئنا به لان تبارك الله كانوا مستويات لا في الترتيل ولا في التجويد ولا في التحقيق. وفقني الله احتليت المركز الاول في هذه المسابقه، فهذا فخر لي وشرف لي، فكان هدية الفوز جميعا للمغاربه جميعا. تجاوزت 17,000 مشارك في الاول، يعني في التصفيات الاولى من بدايه المسابقه. من بعد بقات كتصفى بمرحله كيختاروا النخبه ديال القراء، من المره الاولى 1000، المره الاولى 7000، يا ربي المهم بقات يتصفوا، تبقاو العشره الاخرين اللي منهم 6 مغاربه الحمد لله. هي إذن ألباب مغربية تفتقت سنة 16 و2000 نبوغا، معلنة أن المستحيل